بسم الله الرحمن الرحيم. فضل ربنا وكرمه علينا بنسلم النهارده مطبخ من المطابخ المميزه جدا يعني. مطبخ ما شاء الله مساحه محترمه. هنوريكم شويه تفاصيل كده، حاجه يعني ايه، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ده درج كده تحت النيش تاتش. هنا معايا النيش ضرفتين ازاز اهو. ده كده مكان الميكرويف والفرن، وتحت منهم درج خزين كبير اهوت، وبعد كده في درج للتوابل، بحيث ان هي ست البيت لما تكون واقفه على البوتاجاز هنا يكون التوابل جنب منها، تستغلها وتقدر تستخدمها بكل سهوله وسلاسه. هنا مكان الميكرويف قفلنا عليه اهو. هنا معانا برضو وحده جنب البوتاجاز على طول، عملنا فيها الحامل بتاع الطاسات اهو. وهنا تحت البوتاجاز عملنا درجين كبار الخزين، او لست البيت ممكن تحط فيهم مثلا الاطقم الحلل، بحيث ان هي تكون قريبه من البوتاجاز على طول. وهنا بقى تحت البوتاجاز على طول حطينا، عملنا التقسيمه دي بتاعت الشوك والمعالق والسكاكين والحاجات دي كلها. هنا بقى عملنا الماجيك كورنر، بحيث المكان اللي هو معدوم من هنا شبه معدوم تقدر تستغله بكل اريحيه. المكان ده استغله عن طريق الماجيك كورنر اهو. الماجيك كورنر بيطلع معايا لبره خالص اهو، تحط فيه الحاجه وفي نفس الوقت تستخدمها بكل سلاسه وبكل اريحيه. هنا واحده ضرفتين. هنا معانا التربو بتاع البصل والثوم. هنا برضو معانا وحده بتاعت الصواني، قسمناها على جزئين، جزء للصواني الكبيره وجزء هنا للصواني الصغيره. هنا بقى المنطقه ده كان عمود، المنطقه ديت كانت عمود، العمود قافل على جزء حوالي 80 سم هنا. بدل ما الجزء يتعدم، لا فاحنا استغليناه بالكورنر ما شاء الله حاجه محترمه جدا، يديني مساحه تخزين مهوله اهو. وفي نفس الوقت يعني ست البيت عايزه تخش جوه اهي، تخش بكل اريحيه. هنا مكان حطينا المكنسه، وهنا مكان المقشات.